السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه سهله وسريعه بالنسبه للناس اللي كيبغيو حاجه سهله وسريعه. وكنحتاج في المقادير نص لتر ديال الحليب، جوج بيضات، معلقه فيها قزبور ومعدنوس مقطعين مزيان، وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، والزعتر مطحون، والزلفه ديال الدقيق. وغنزيد باقي نسيت نبينو جوج معالق ديال الزبده. وكنضرب جوج بيضات مع الملحه والقزبور والزعتر، كنضربهم مزيان حتى نحس بداك البيض طرب مزيان ومع دوك العطريه. وغادي نزيد عليه الحليب غنزيدو شويه بشويه، حيت الا زدتو بخطره ممكن العجينه تكون ليا الحبيبه. وغادي نخلطو شويه بشويه، نبقى نخوي الدقيق شويه بشويه على حسب نتوما الدقيق اللي عندكم. الا كيشرب غادي تزيدوا باقي على داك الربع ديال الليطرو ديال الحليب اللي درت انا. كتخلطوا العجينه بشويه بشويه باش عجينه اللي ديال الكريب اللي كيكون خفيف، اللي كدار ليه الشكلاط. غير هذا غيكون ندير فيه انا مالح. وهاد القزبور فاش درتو والمعدنوس والزعتر راه كيعطي فيه مذاق زوين، وكيبان فيه داك القزبور والزعتر راه كيبان في البغرير زوين، ما كيبقاش هكاك بيض. المهم كنخلط الخليط حتى كنخلطو مزيان، وكندير المقله ديالي باش تسخن، وكنخوي فيه نص ديال المغرفه ديال العجينه، وكنخليه حتى ينوض من الجناب، وكيكون على هذا الشكل وكيكون خفيف ورطب. ودابا غادي نوجد في الحشوه اللي غادي ندير فيه، كل واحد يدير فيه داكشي اللي بغا. انا درت فيه صدر ديال الدجاج مع شويه د البصله والعطريه، شحرته مزيان ودرت عليه فرماج وجبن. هو دابا غادي نعمرو. كندير معلقه ونص في الداخل ديال الكريبه، وغنسدها حتى نسالي الكريب اللي عندي كامل. وغادي ندير ليها فرماج من بشاميل من الفوق والفرماج، وغادي نشعل الفران باش يسخن الفران مزيان باش ندخلو باش يريدو داك الفرماج، حيت الكريب اصلا طايب العماره اللي فيه طايبه. المهم غادي ندخلو باش يتحمر، وغادي نرجع لكم وكنتمنى وصفه تعجبكم. هذا دابا الكريب ديالي فاش خرجته من الفران داب فيه الفرماج، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.